تخيل انك مريض ورايح لدكتور في القرن ال17 بتشتكي له انك عندك صداع مزمن. الطبيب وقتها بكل ثقه يقول لك ولا يهمك، هات جمجمه واطحنها وسف البودره بتاعتها او اشرب دم بتاع انسان يكون فريش وهتبقى كل حاجه كويسه. في اوروبا وعلى مدار قرون الناس ومنهم الملوك والنبلاء كانوا بيستخدموا اجزاء من جثث بشريه عشان يدخلوها في الدواء بتاعهم. طحنوا جماجم بشر وشربوا دم على اعتبار ان هي ادويه سحريه. بس ازاي ده حصل وليه؟ وايه كان اعتقادهم في الادويه دي؟ وهل فعلا كانت بتجيب نتيجه؟ القصة هتبدأ من زمن الفراعنة، كانوا بيستخدموا المومياوات كرمز للقوة والخلود، لكن الأوروبيين خدوا خطوة أبعد من كده بكتير. في القرون الوسطى في أوروبا هيبدأ يظهر اتجاه غريب اسمه موميا. كانوا بيعتقدوا إن طحن المومياوات المصرية واستخدامها في وصفات طبية ممكن يعالج أمراض مختلفة، واللي حصل بعد كده كان أسوأ. في القرن ال16 وال17 هتلاقي وصفة مشهورة جدا اسمها إليكسير أوف لايف، يعني إكسير الحياة، ودي بتحتوي على دم إنسان مات دلوقتي حالا. الناس كانت بتروح لساحات الإعدام عشان تشرب من دم إنسان اتعدم حالا، لأنهم كانوا بيعتقدوا ان الدم فيه قوة الحياة وان شرب الدم الحديث بيشفي الصرع. حتى ان طبيب الماني مشهور اسمه اوزولد كرول هيكتب يقول ان دم الانسان طازج ودافئ وبيعيد بناء الجسم من تاني ويساعد العقل على الاتزان. الموضوع ما بيقفش عند الدم وبس، بدأت كمان تشتهر وصفة اسمها باودر اوف ذا هيومن سكال، يعني بودرة الجمجمة البشرية. كانوا بيجيبوا جماجم بشرية ويطحنوها ويخلطوها مع النبيذ ويقدموها للمرضى على اعتبارها علاج للصداع والنزيف الداخلي واحيانا كمسكن. حتى الملك الانجليزي نفسه تشارلز الثاني كان عنده خلطه خاصه بيه اسمها ذا كينجز درابز، ودي كانت عباره عن جمجمه بشريه مذابه في كحول، وكان بيستخدمها لما يحس ان هو تعبان. بس ثانيه واحده، ليه كانوا بيعملوا كده؟ لان الناس كانت بتعتقد ان الجسد البشري فيه طاقه روحيه، ولو خدت جزء منه خصوصا لو من شخص مات حديثا الطاقه دي هتتنقل ليه، وده كان اسمه كامبلستيك ميديسن، يعني نوع من الطب فيه اكل لحوم بشر بس الاغراض طبيه. وكانت المعتقدات دي هي خليط من العلم والدين والسحر وكتير من الجهل. الكلام ده هيفضل لحد اخر القرن ال17 لما يحصل اول شرخ في كل المعتقدات بتاعتهم، لما بدات العقلانيه تنتشر مع حركه التنوير في اوروبا. العلماء وقتها بداوا يسالوا فين الدليل ان دم الميت بيعالج الصرع؟ هل فعلا جمجمه بشريه لما تطحن ممكن تداوي الصرع؟ وبدا بعض الاطباء يشككوا في كل طرق التداوي دي بعد ما لاحظوا ان هي بتعمل نتائج متضاربه او مفيش نتائج اصلا. في بدايه القرن ال18 الطب بقى ياخد شكل جديد، وبقينا ندرس تشريح جسم الانسان بدل ما نعتمد على وصفات خرافيه او سحر. ظهرت ادوات جديده زي الميكروسكوب، وبدأ العلماء يكتشفوا حاجات زي البكتيريا والعدوى، وده خلاهم يربطوا بين استخدام أنسجة وجثث فاسدة وزيادة نسبة الوفاة والعدوى والأمراض الغريبة اللي بقت تظهر. ومع الوقت الناس أدركوا إن مش بس طريقة التداوي دي مش بتعالج، دي كمان بتموت الناس وبتنشر العدوى بينهم. وفي نهاية القرن ال18 وبداية القرن ال19 هيبدأ يظهر قانون يمنع ويحرم طريقة التداوي دي. بعض الدول زي ألمانيا وفرنسا بدأت تصدر قوانين تمنع بيع المومياوات أو طحنها لاستخدامها في أغراض طبية. الكنيسة اللي كانت في أول سكتة أو مؤيدة ضمنيا بدأت تعتبر الممارسات دي غير أخلاقية وضد قدسية الجسم البشري. المومياوات المصرية اللي كانت متبعترة في أوروبا بدأت تتمنع من التداول كدواء وبدأت تتحفظ في المتاحف. والمفارقات الغريبة إن في الوقت اللي كانوا بيتهموا فيه الشعوب القديمة بأكل جثث البشر، الطب الأوروبي نفسه كان بيستخدم جثث البشر كدواء رسمي، وإن ده كمان كان بيحصل في القصور الملكية ومع الملوك والنبلاء، مش عند الناس البسيطة والصحراء بس. العلم بيتطور يوم بعد يوم، والتاريخ دايما مخبي حاجات مرعبة، واللي بنعتبره غريب النهارده كان عادي جدا زمان. تفتكر ايه عادي جدا بيعملوه دلوقتي ممكن يبقى غريب قدام ويخلي الاجيال الجايه تتساءل هم ازاي كانوا بيعملوا كده؟